معنا الان السيد عبد الواحد فرحان رئيس الجمعيه الرياضيه للالعاب الجماعيه لفرق الاحياء منطقه مبروكه عماله مقاطعه مولاي. كلمه السيد الرئيس. اولا كنشكر الجريده على الاستضافه لتغطيه المباراه النهائيه لكاس العرش وكذلك المباراه الممتازه للجمعيه الرياضيه. الجمعيه تم التاسيس ديالها منذ 1976. الجمعيه تنظم بطوله سنويه تحتوي على قسمين، القسم الاول والقسم الثاني. القسم الاول يحتوي على 12 فريق، القسم الثاني 12 فريق، ويتم صعود فريقين من القسم الثاني ونزول فريقين. وعند نهايه الموسم تنظم الجمعيه حفلا لتوزيع الجوائز لمزعم تنظيمه في الاسابيع القادمه ان شاء الله. تحدث لنا السي عبد الواحد عن الجمعيه والافاق والاكراهات اللي الجمعيه هي دائما تسعى لإنقاذ شباب المنطقه ديال مولاي رشيد من المسائل اللي ما كيبغيهاش حتى واحد ولدو. حنا هاد الوليدات كناخذوهم كولاد ديالنا، كنقدموا لهم الدوري ديالنا كل اسبوع. كتكون عندنا تقريبا 12 مقابله، عندنا حكام تقريبا 20 حكم اللي كنلعبوا 3 ديال الحكام زائد مندوب. حنا على تقريبا سوفورم ديال واحد الجامعه صغيره ديال المنطقه. الحمد لله وعندنا الوليدات كلهم اسيوري، كنديروا لاسيرونس ديال جميع اللاعبين وكذلك الحكام وكذلك المسيرين ديالنا. فالجمعيه كتستوي في هذه الفرق تقريبا كنلعبوا ب 1000 حتى 1200 شاب اللي كتمارس كره القدم في المنطقه. وحنا دائما كنسعوا للمزيد، لكن هناك اكراهات وهي المسائل الماديه، لان صراحه ما كنتلقاوش الدعم اللي كيزيد يشجع هذه المنطقه. حنا كنا بغينا داروا شي مشاريع مثلا كرة القدم الصغيرة باش ندخل لنا موارد، لكن هناك اكراهات والجمعية راهي الكل كيشهد بها، ولكن الحق ديالها في هذه المنطقة ما معطيهاش لها. السي عبد الواحد كلمة أخيرة، الرأي ديالك في المستوى الكروي الآن بالمغرب؟ في المستوى انا حكم كنت مارس كرة القدم وكنت لاعب، لعبت في القسم الثالث في فريق قسم جمعية كروش اللي هي حكم اسمها المناضلة بالجريدة، ولعبت كنت من الناس اللي ساهموا باش طلعنا للدوزيام ديفيزيون اللي ولات هي الجمعية الحالية. انا كنت كلاعب وبقات لنا غريزه ديال كره القدم، ولذلك ترشحت الرئاسه ديال هذه الجمعيه لمده 20 سنه وانا كنسير هذه الجمعيه. الكره في المغرب الكره ينقصها الكثير. علاش؟ لان كنشوفوا واحد الحلقه مثلا القسم الاول كنشوفوا حلقه ديال اللاعبين كيتنقلوا من فريق لفريق وهما اللي كيلعبوا دائما. فكاين شبان ديال الفرق الصغرى ما كتلقاوش فرصه باش يلعبوا في الفرق ديالهم. مثلا ما غاديش نذكر الاسماء ديال الفرق، ولكن كاين الفرق اللي عندهم شباب قدروا يلعبوا على الطريق ديالهم، ولكن ما كتلقاش فرصه. وهذا الشيء جاري في جميع الفرق ديالنا، وكنتمنوا هذا الشيء يعاود يتصلح في كره القدم الجديده. كلمه اخيره بالنسبه لمدى تطور المستوى التقني الإدارة الوطنية، وكيف تنظر إلى قرار تعيين النقد الوطني بهذا الشكل؟ المشكل ماشي هو مشكل المدرب، المشكل البنية التحتية، مشكل قاعدة هي اللي ما عندناش. فإلا خدينا السنوات الطويلة مثلا غادي ناخذوها على قريب 2004 الفريق الوطني وصل اشنو جبنا دائما نفس التركيبه هي اللي كاينه. لان علاش؟ القاعده ما كايناش، ولي جون ما كيعطوهمش فرصه باش يلعبوا. وكاين دي جون جميع الفرق اللي قدروا يمارسوا احسن من هادو اللي كاينين. سعد واحد باسم الطاقم الفني ديال جريده الحديث. كنشكركم.